كلامك هو الكبير. موقف شدني وصار لي أنا شخصيا. توفى شاب من الشباب عندنا رحمه الله، صليت عليه، أعطيت معروف. الشاب هذا توفى، خلى زوج يتامى. جالي واحد سيد قال لي الشيخ لو كان درت نداء هكذا نجمعوا له المال. قلت ما نقدرش ندير نداء وحدي هكذا، بالك نقيس العائلة وكذا. يعني ربي سبحانه وتعالى بعد لحظات يعطينا الفيديو يعني في وسائل التواصل، تتصل امرأة من الغربة يعني شيخ، ابتلاها الله عز وجل ما عندهاش الذرية. كي شافت مسكينة السيد توفى خلى زوج دراري، قال كل شهر نبعث لهم شهرية. سبحان الله. والله العلي العظيم إلى يومنا هذا كل شهر تبعث له نصيب، كل شهر لا تتخلف يوما. الله ربي يجازيها بكل خير. كما قلت الشيخ، اليتيم بالك ما عندوش والديه، لكن عنده ربي سبحانه وتعالى والمؤمنين. نعم. والله بارك الله فيك الشيخ الحمد. وانا ثلاثة قصيدة قد يحكي الشيخ الحمد الساعة غزال المقرن. هذا الشيخ الحمد يخدم الجنازة، يهضر كان في كوشي لاقيني بلي مذبة في السن ذكر ديال التمطوطه تاع حرز ربي التمطوط يسعى ناري قردان تاع شي الغرفه سول سيدي الشيخ الرحمن ثني سيد نتحمل شي برون شارج قردان لاقيني يا ارثورا تشكي عندي دريمن ماشي النعمه ثاقيني شغل اللي على بلاص دو سون بير على بلاص دو سا مامون ثاقي على رون بلاص لي بارون سبحان الله. وهذا هو المؤمن، وكيد المؤمن الشيخ الرحمن.